امي لابسه الجلابيه وعايزه تنزل شقتها. الحقيني يا شراب. ماما معرفش النمل ايه اللي رجعه، الشتا كان ماشي والنمل رجع. المهم عايزه اقول لكم صباحكم عسل. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، صلوا على النبي كده، استهدوا بالله. الواد راجل لسه جاي من المدرسه طبعا جعان، وانا لسه هعمل هبطان راجل عنده هبطان. المهم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وحطوا لايك للفيديو. وعايزه اقول لكم النهارده هنعمل قلقاس، المهم بس ادخل الديب فريزر بتاعي، انا طلعت كيس اللحمه اللي احنا هنعمله. طبعا انا عايزه اخلص اكلي بدري قبل ما النور يتقطع وتبقى سلطنا عسل وسكر وقشطه. هنا بقى يا حبايبي كنت مسيحه كيس سمنه بلدي ماشي، واللهم صل حتى الحله فيها نام، الحله محسوده. الحقيني ياما اقسم بالله. تعالى كده يا مازن اموت واعرف الحله دي دخل فيها رمل ليه؟ فين النمل ده؟ اهو ده ايه؟ نمل ولا مش نمل؟ نمل ولا اشيله بايدي ولا اشيله ولا اعمله. المهم عايزه اقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه هنعملها هنطلع كيس لحمه اهو من الفريزر ماشي. هنعمل النهارده لحمه ورز بشعريه، وهنعمل القلقاسيه اللي انتوا شايفينها دي. وانا بقى بعمل القلقاسيه هقول لكم ان احنا امبارح كنا عاملين سمك وجرجير وعيش. امي صحيت فطرت منه، واحمد مازن الصبح صحي عمل حله مكرونه عشان بيفطر. انتوا عارفين احمد مازن بالذات في المكرونه بيفطر مكرونه. وامي لابسه الجلابيه وعايزه تنزل شقتها. الحقيني يا شراب. ماما انت عايزه تنزلي شقتك ليه يا ماما؟ حد مزعلك؟ ما بتحبش الزعل. ينفع يا جماعه الواد احمد مزعل مازن؟ لا ولابس رايح يودي تجيب مشوار حاجه يا ما اعرفش انا. المهم امي زعلانه على زعل احمد مازن. هتقولوا لي اعز الولد، ما هو مازن برضو شايف ان احمد في حاجات بيعملها لازم مازن يوقفه عند حده فيها. امي بقى يعني حالا امي بتقول له انت ضربت احمد، فبقول لاحمد واد يا احمد هو الحق ابوك ضربك؟ قال لي لا ما ضربنيش، هو بيزعق لي بس. امال لو كان بيتضرب زي ما احنا كنا بنتضرب زمان كنا فمازن ده اغلب من الغلب. انا شفت الويل من زمان، ما بحبش حد يضرب حد ولا يزعل. لا قدام هو قال لك حالا ايه؟ ابوك ورانا الويل. يا ماما انا بتكلم دلوقتي في حاجه معينه. دلوقتي احمد مازن اما قلت له ابوك ضربك قال لك ايه؟ ما ضربنيش بس زغده. لا زعق له يا ست حتى لو زغده، يا ست حتى لو عمل له كده عمل له كده. بس طب الولد بتضربيه ليه؟ الله اغلى من الغول. تستعبط انت وهو خلينا نمشي معاك يا اخويا حبيبي يا ابني والله العظيم اسكت. والله الخطوتين حاسه ان هم وجعوا. امال يا ماما احنا كنا زمان بنضرب ضرب، وده مش ضرب يا ماما، ده مش ضرب والناس ما ضربوش. اتعقدنا من الضرب اهو. شايفه انا عامله ازاي؟ المهم هي بقى دلوقتي قاعده ولابسه الجلابيه وتقول لي هنزل شقتي. اقول لها يا ماما مش هينفع تنزلي، لو انا عارفه ان انت هتنزلي ومش هتقعدي لوحدك هنزلها. المهم مازن قاعد يقول لها انا اسف حقك عليا يا ماما، مش هزعق لحد تاني، بس ما ينفعش برضه ان هو يشوف احمد بيعمل حاجه او ريان بيعمل حاجه وهو برضه كده بيربي عياله برضه. هو كده تعالى يا حاجه بقول لك يا ولا بسرعه. هو مازن ده مازن كل شويه يا ماما ما كل شويه يا ماما انا ساعات بفوت مازن ما ينفعش يفوت. اسكتي العيال دي في السن ديت لو مازن ما خدش باله من عياله عليا العوض ومنه العوض. ولا انا بتكلم غلط يا جماعه؟ انا بقول بقى عشان ما اشوفش اعصابي انزل شقتي احسن هاديه يا بنتي، شقتي هاديه واقعد فيه يا بنتي. اعصابي تعبانه من ايام ابوك. خلاص يا مازن لما نيجي نعاقب عيالنا او كده نبقى ناخدهم نعاقبهم فوق السطح، ايه رايك؟ ماشي. ولا نخش نعاقبهم في الحمام مش عارفه. المهم حط لايك للفيديو يا جماعه. تطلعي ورانا برضه؟ يعني انا سايبه لك الشقه عشان ما تعملكيش اعصابك وناخد عيالنا نعاقبهم فوق. ما تعذبيش العيال الدول. يا لهوي اعذب مين؟ خد يا لو انا بعذب خد يالا تعالى بقول لك يالا تعالى استنى اوريكم اللي مازن معذب. تعالى بصوا المتعذب سيب يا حبيب الصينيه. تعالى يا قلب امك المتعذب وهي ناس. متعذب وهي ناس. احمد بيه الله عليه متعذب مين يا اختي؟ متعذب مين يا حبيبتي؟ استنى ده متعذب بالله عليك. زعلان ازاي ما احمد مازن ايه؟ احمد مازن واخد على خاطره. امال انا اعمل ايه لما كنت يا لهوي
يا عيني عليا، يا عيني عليا وعلى اللي حواليك. انت يا مازن والنبي تصدقي مازن ده مش اب. ما عدناش بنطيقنا حد يضرب حد قدامي. هو ضربه برضه. المهم يا جماعه هقشر خد يلا يا ريان. خلاص هلا. هو ابوك ده اب يلا ولا ام؟ لا هو انتوا الاثنين واحد. احنا الاثنين ايه؟ واحد. وانت تعالى يا احمد كده، يا احمد يا مازن تعالى كده خد خدت الفلوس. خد الفلوس. كل ده بسببك انت. كل ده بسببك انت. ليه بقى؟ عشان رايح لها مش والله هي نازل حته صغيره كده على ايدي. احمد هياخد كذا. عايزه اقول لكم على حاجه، اقسم بالله العظيم الخناقه دي كلها بسبب المشوار بتاع امي. مشوار كان احمد مازن رايح المشوار لامي، واحنا عمالين نقول له يلا البس وروح هات الحاجه اللي ستك قالت لك عليها. يعني كل ده مش لينا احنا على فكره، ده ليكي انت لمصلحتك انت. بس بيقول لكم ايه؟ خيرا تعمل شرا تلقى. يلا يا ابني روح هات لها الحاجه اللي هي عايزاها يا ابني. المهم كملوا بقى معايا الفيديو. انا جايبه طبعا القلاسيه ده هقشرها كده، هي صعبه في تعميلها. الشوربه بتاعتها والاستاذه نفسها. انا ايه بقى؟ هقوم انا ايه مقشراها بس عشان ايه؟ ناكل بدري، عشان العيال عادوا بيروحوا المدرسه بدري وبيجوا بدري. فانا ايه القلاسيه دي كنت جايباها بقول لكم ب 30 جنيه من سوق الجمعه بتاع زفته. عايزه اقول لكم هي انا جبتها واحده كيلو ونص، كيلو ب 20 جنيه، جبتها كده على بعضها. المهم بصوا بقى هاكل منها برضه، هاكل منها يعني ايه؟ طباخ السم بيدق. المهم اقشرها ولا يا ريان؟ لا مش كتير ولا كتير. طب ما نضفها. هاتي بالله عليك في كيس في الثلاجه فيه خضار هاته. هو في اب وام زينا ومازن؟ احنا مدلعينهم دلع. ده احنا مشخلعينهم شخلعه. امال احنا بيتنا ايه يا ماما؟ انتوا شخلعات كله. انتوا جوه شخلعات. مين دول؟ شفتوا بقى امي؟ شفت بقى بتضحك على خيبتك. كلم احمد بس. تعالى خد يا لازم يفكرنا بعض. تعالى يا احمد بالله عليك بس عشان انا امي ديت هتخلينا ننتحر. تعالى يلا، تعالى جنبي اهو. تعالى جنبي هنا. تعالى. هيكبر خاطرك برضه. بتقولي ايه؟ هيكبر خاطرك. يعني انت عارفه ان هو يكبر بخاطري؟ سنة ولا ابوك صدى السنة عشان انت اللي جايب لنا الكلام. والعروسه ولا العريس؟ لا يا تيتا ما برضه. احنا وحشين يا ولا؟ كلكم حلوين. يبقى انت اللي وحش. العيب في مين يا بس زمن؟ ما وصل. انا اللي حلو. ماما وبابا. ما حد الناقص هو اللي بيقول على نفسه حلو، وانا مش حلوه يا اخوانا ماما وحشه. وبابا اقسم بالله. المهم بصوا بقى انا جايبه هنا ايه الخضار اهو. هعمل كام رطل؟ 1 2 2 2 3. هعمل ال3 دول واسيب بقى بقيه الخضار ده عشان ابقى في يوم اعمل محشي. استنى كده بشوف المحشي. انا كده عندي كام ربطه؟ اللهم صل على النبي. 2 شبت، 2 شبت، واحده كزبره. ايه ده؟ دي بقدونس واحده. القلقاس ما بتحط القلقاس يا ماما ما بتحطلوش. القلقاس ما بتحطلوش شبت. لا خلاص هحط الثلاث ربط دولت. يلا خدي يلا يا ريان، حطي يلا الحاجه دي في الثلاجه. يلا هقطع بقى الخضار واشطه في الحله واحط اللحمه وامسكي يا ريان. يلا يا اخويا حطي لي. هرجع لكم تاني يا جماعه، بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات باللي بيحصل. بصوا القلقاسيه عشان حاسه ان هي حلوه طريه في ايديا مش ناشفه. ان شاء الله تستوي على طول وهتبقى زبده. ناس كتير بتقول لي يعني ايه ام جنى قلقاس؟ القلقاس ده عامل زي البطاطس. قرب كده منه يا مازن وريهم شكله عامل ازاي. بصوا شكل القلقاس عامل ازاي. دي القلقاسيه كيلو ونص. طريقتها هتعجبكم، خليكم بس معايا وبعد كده نشوف ايه هنعمل ايه. اهم حاجه اسلق اللحمه، والخطوه الجايه بقى ايه كده. استني بس يا ماما كده اعمل الم الدنيا دي. بصوا يا ولاد انا كده حطيت اللحمه على البوتاجاز. اللحمه بتسيبها تقريبا. لا ما هي الحله دي الضغط. الحله الضغط دي حلوه في ثانيه هتلاقيها نص ساعه او ساعه. انت هتحط القلقاس معاه؟ انا كده حطيت اللحمه اهو وقطعت بصلايه وهحط شويه. بقولك هتحط القلقاس معاه. ايه؟ تحط القلقاس معاه؟ احط القلقاس معاه؟ هقول لك اهو احط القلقاس بس في الاخر بقى. اقفل بس الحله كويس. مش هتضربي الطماطم بالخلاط ديت؟ الحاجات الخلاط ديت الحله مالها لازما الحله دي بصوا تظبطوها كده اهو. يقفلها جامد. وهي الصفاره فين؟ احسب لها بقى من اول ما الصفاره تصفر. ماشي. شفتوا كيلو الزبده طلعته عمل لي حبه زبده صغيرين ازاي. يلا المهم اسيب بقى دي تستوي كده
لما انا حاطه دي فوق مش محتاجه، عايزه طقم توابل جديد بدل المعفن ده. بصوا بقى القلقاس اهو هاخده اغسله. وكانت امي زمان بتغسله بميه سخنه، لا هغسله بميه ساقعه عاديه خالص، بس وانا بطبخه بعصر عليه ليمونه علشان ما يبقاش فيه الزفلطه انا بحط عليه ليمونه. هوريكم الطريقه. هغسله والحاجات دي بقى هنطلعها للطيور فوق ماشي، وده هغسله برده معايا ونضربه في الخلاط. هوريكم هنعمل ايه. هغسله واغسله وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم على حاجه. امي زمان كانت بتعمل القلقاس ازاي؟ كانت بتجيب الورق ده تقطفه وتجيب سمنه وتقوم محمراه وتقوم دقاه. طبعا الطريقه دي بتبقى تقيل على المعده، تقيل يا ماما تقيل. هقول لكم انا بقى طريقه جديده للقلقاس. هي الطريقه دي مش جديده ولا حاجه، ناس كتير بتعملها واتعلمتها من ناس كتير. فالمهم عايزه اقول لكم دلوقتي انا معايا حله هنا، هي فيها شويه ميه على النار. قرب كده يا ريان، شويه ميه مش كتير يعني، بصوا حبه صغيرين اهي. فسايباهم يغلي وهمسك الكزبره اللي بقطعها كده، مش بقشرها، بقطعها كده اهو، بحالها بمحتلها كده اهو، واسيبها تتسلق. وبعد ما تتسلق بضربها في الخلاط. اقسم بالله يا ماما بتاكلي منه مهما تاكلي. مش تقيل زي طريقة الملوخية. زي طريقه الملوخيه. المهم هاخد بقى الحبه دول احطهم للفراخ عشان اطلعهم لهم فوق. كفايه قوي كده لان الخضار كتير هيبقى افضل وجميل. فانا هسيب هنا اللحمه بتتسلق وهنا الكزبره بتتسلق، وبعد كده هوريكم الخطوه الجايه. اهم حاجه ما تنسوش الميه. بصوا بقى هعمل ايه، حته دهنه كده حلوه عشان اعمل فيها التقليه بتاعتي القلقاس. حته الدهنه صغننه خالص ماشي. المهم هحط عليها شويه زيت، على شويه شعر الزيت مش كتير، مش هكتر الزيت ماشي. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هاخد بصوا بقى هنا البتاع اهو، البتاع اللي انا عملته اللي هو الخضار اهو، احطه في الخلاط. الصلاة على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي ماشي. حطوا ايه الخضار كده عقبال لما البتاع ده يتشوح كده. وتعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى كده هضربه حلو واقول لكم هعمل ايه. بصوا كده تعالى يا احمد، بصوا شايفين الخضار عامل ازاي. تعالوا بقى كده هقول لكم هنعمل ايه. بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. هنا البتاعيه اللي حته الدهنه هي اتعملت. هقول لكم بقى اول حاجه هنعملها. معايا مثلا حوالي 4 فصوص ثوم اهو. يا لهوي المزنه مستعجله. بص حته الدهنه على بتاع السيد اهي كده اهو. صلوا على النبي. الله الله، جربوا طريقه القلقاس بتاعتي يا ولاد، حلوه قوي ماشي. وهنزل بيها، هنزل بالخلطه دي. ده بس بصوا كده لون دي كده ودي خضار شكل التومه. اهم حاجه ما تحرقش التومه ماشي. انزل بقى بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. دي طريقه القلقاس سهله وجميله. المهم طبعا انا غاسله القلقاس بميه عاديه، غسله القلقاس بميه عاديه. هنزل بقى بالقلقاس كده اهو كده اهو، اخده بس كده ايه تشويحه وافتح على اللحمه. احط اللحمه هوريكم بقى، خليكم هرجع لكم كده، هرجع لكم. احط بقى ملح للشوربه عشان بصوا شكل، بصوا خشوا كده ورايا يا احمد شكل اللحمه. بصوا الشوربه عامله ازاي واللحمه عامله ازاي. بصوا بالصلاه على النبي. هزود بقى ايه القلقاس شوربه. ولو القلقاس محتاج ملح هحط له ملح. تمام. بصوا المنظر شكله عامل ازاي. احنا على طول بنعمل القلقاس بنحط فيه كوبيبه او صوابع كوبيبه، بس ايه انا ما عنديش. دي طريقه القلقاس بتاعتي. هسيب بقى القلقاس يسخن يستوي كده مع نفسه، واعمل شويه رز بشعريه بس الميه اتقطعت. هرجع لكم تاني يا ولاد. بصوا بقى عايزه اقول لكم انا مسيحه السمنه دي النهارده، فانا هاخد منها حبه كده ايه رز كده طعمه كانه سمنه بلدي ماشي. هنزل بشويه شعريه. احمد جايب النهارده كيلو الشعريه ده بكام؟ بتاع 19 جنيه. المهم عايزه اقول لكم على حاجه. الشوربه اللي انا هنقلها هنا علشان هعمل ايه،
همسك القلقاس ده، شايفين القلقاس شكله عامل ازاي؟ هنزل بالقلقاس ده في الحله ديت عشان يستوي بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، عشان عايزه ايه اقفل عليه. يتقفل ايه هنا بقى. هحمص الشعريه ينزل برز يكون ايه البتاع ده اتقفل ايه عليه وايه استوى كده. بصوا انا عايزاكم تخشوا كده داخله هنا ونروح احنا داخلين في القلقاس. بصوا شكله عامل ازاي. اعمل بقى معاكم شويه الرز وبعد كده ايه اوريكم بقى الشكل النهائي للقلقاس. بصوا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. بصوا انا عايزه ادخلكم على القلقاس كده. الصلاه على النبي، شايفين القلقاس عامل ازاي؟ انا سويته في الحله اللي هي الضخم. استنوا كده اما نشوف كده القلقاسيه منه. استنى، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. استنوا معلقه صغننه اهي نشوف كده بس استوى. بصوا عامل ازاي. عايز ملح، عايز شويه ملح. عايزه اقول لكم ان النور هيقطع. الحقوني النور قطع. خد الكشاف، النور اتقطع. يا الحقيني ياما. النور اتقطع يا مازن والنبي انا تعبت يا ناس. طالما اوريكم القلقاس ما يشوفوه. انا زعلانه قوي يا اولاد. وانا يا اولاد كل يا اولاد اما يا جماعه النهارده اعمل للعيله اكل بدري. بقول لهم ابني قلقاس. عمي والله العظيم تعبت بقى. انا بقى اوريكم الرز بالمره. يا عيني عليا عشان معايا تليفون والعيال اللي في الدروس. شفتوا الرز عامل ازاي؟ والله العظيم الواحد تعب يا اولاد، والله العظيم الواحد تعب. شفتوا الرز جميل ازاي؟ يلا يا جماعه بقى ما تنسوش تحطوا لايك وقولوا لي ربنا يصبرك يا ام جنى. مع الف سلامه.